هو كل ما حاجة اجازة هنقضيها في البيت عندكم؟ ما هو احنا برضو بنخرج يا عصام، ده حتى بابا خد باله اني ما بذاكرش خالص. وده خروج ولا دي قاعدة؟ انا عاوز نخرج مع بعض لوحدنا عشان اعرف اتكلم. بس انا ما اقدرش يا عصام، بابا واخويا عادل لو عرفوا يزعلوا مني قوي، وكمان مش هيوافقوا. مش ضروري يعرفوا. ها عصام تقصد ايه؟ يعني تقولي انك رايحة لواحدة صاحبتك مثلا، ولا اختي ليلى تيجي تاخدك عشان تذاكري معاها. وده برضو كلام تقوله؟ انت مش عارف هما بيثقوا فيا قد ايه؟ تقوم تقول لي كده برضو؟ وفيها ايه؟ هو انت هتخرجي مع واحد غريب؟ ده انا خطيبك. ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش حقيقي يا عصام، ما اقدرش. يعني عاجبك واحنا قاعدين في صالون بيتكم زي الضيوف، وشاعر بان 100 عين بتبص علينا زي ما يكون هنرتكب جريمة؟ ما تستعجلش يا عصام يا حبيبي، بكرة الأيام هتبقى قدامنا كتير زي ما احنا عاوزين. ما استعجلش ازاي بس؟ ازاي اعرف اعبر لك عن شعوري، عن حبي وعن امالي؟ أنا عارفة شعورك وحبك وحاسة بيه، مش ضروري يكون بالكلام، حتى لو في وسط الناس برضه بفهم ايه اللي في عينيك وفي قلبك. يعني عاجبك التحكم الفارغ بتاعهم ده؟ مفيش تحكم ولا حاجة، انت مكبر الموضوع. لا، انا مش مكبر الموضوع، انما اللي ملاحظه انهم بيسيئوا الظن بيكي. يسيئوا الظن بيا؟ أنا؟ مين قال كده؟ طبعا اللي بيعملوا كده يبقوا بيسيئوا الظن ببناتهم. لا، أنا عارفة ثقتهم فيا. كام اجازة دلوقتي هاجي ومش قادر اخرج معاكي لوحدنا. عشان خاطري استحمل، أصل هم طبعهم كده. اسمعي، في حل يريحنا. حل؟ ايه؟ هقول لعمي عشان يوافق نتمم الجواز. مش هيوافق، انت ناس الاتفاق. بس مالكيش دعوة، انا هعرف اكلمه واقنعه. ما كنتش قادر استحمل بعدك عني. طب وليه وافقت من الأول على إن الجواز ما يتمش إلا لما أخلص دراستي في الجامعة؟ يعني هفضل عايش في الغربة لوحدي؟ الوضع النهاردة اتغير يا بوسي. مفيش حاجة اتغيرت، ما انت كنت عارف انك هتعيش في الغربة اللي بتقول عليها دي. لكن ما عدتش قادر، وكمان مش قادر اشوفك الا تحت الحراسة. لا، لازم نتجوز حالا. بس مفيش بس، ان كان على انك تكملي دراستك برضو يا حبيبتي اسكندرية فيها جامعة وفيها مدارس. وافقي انت بس، وافقي ومالكيش دعوة. بابا جاي اهو، انت حر انت وهو، عن اذنك. عايزني في ايه يا ابني؟ يعني يا عمي